وإلا هاد الناس اللي باقيين شادين الحواله ديالهم راهم غالطين، خصهم يتلقاو في الاسواق. وما عرفتي علاش كانوا شادينهم، لان كانوا كيتسناو باش ياخذوا الامكانيات ديال الدعم. في الحكومه يعني كتفتخر بانه 13 مليار ديال الدرهم اللي عملات باش تعاون الكسابه اللي كانوا في واحد الوضعيه صعبه. ياك انا ما عنديش الارقام هنا بالضبط، لانه هاد الناس اللي كيقول لك العيد ما العيد والكباش ما الكباش، لابد نقولوا بانه لي ستاتيستيك اللي كانوا خرجوا من بعد 5 سنوات ياك. وكاين انا كنعرف بعض البلدان ما قدروش يستوردوا هذه السنه، لان كل واحد شد الحواله ديالو. احسن قرار اللي اتخذ هو قرار ديال صاحب جلاله باش ما يكونش العيد يعني السنه الماضيه. وانتم كتعرفوا بان كتكون الزياده في يعني في الحواله يعني في لوطون ودابا في الاخر ديال البرانتون. دونك انا بينيفيسي دو شوز. البرانتون اللي فات كانت الشتاء مزيانه، كانت على عقلته نفعات، ودونك كانت الولاده مزيانه. دوزيام شوز اللي انا بينيفيسي منها هي انه ما ذبحناش، هذوك اللي ما ذبحوش ولدوا. تخوازيام شوز هذوك اللي تزادوا وهذوك اللي ما ذبحوش عاود ولدوا يعني في هذا لوطون. ودابا بجبال الشفا قلتي 33 مليون ولا هذا، يمكن كاينه 40، يمكن كاينه 40 مليون ديال الغنمي، واللي يمكن نقول بانه جامي المستوى اللي وصلنا ليه ديال الغنمي اليوم كاين ديال الكباش ما عمره ما كان في المغرب، وصلنا لواحد المستوى عالي. وإلا هاد الناس اللي باقيين شادين الحواله ديالهم راهم غالطين، خصهم يتلقاو في الاسواق. وما عرفتي علاش كانوا شادينهم، لان كانوا كيتسناو باش ياخذوا الامكانيات ديال الدعم. ودابا راه يعني تفرقات الملايير على الكسابه وعلى هذا، وما بقات حتى حاجه اخرى. انا كنتوجه لهم ما بقات حتى حاجه اخرى غادي تجي. دونك اللي بغى يدخل السوق خصو يدخل دابا، لانه اللي غادي تدخلوا السوق كلكم من بعد غادي يطيح الثمن، والمواطن هذا الشيء اللي بغى. باش نكونوا واضحين.